جاهز؟ طب يلا بينا. تبدأ حكايتنا بموظف استقبال في فندق وهو بيخلص شغله، وبعدها بيخرج لبره الفندق وبيمشي كأنه مهموم وكأنه نايم، بيمسك في ايديه آلة حادة وبيعور نفسه في وشه ودماغه. بيجي بعد كده المشهد من ظهره وبيفضل يتحرك كتير، فجأة بيظهر دم كتير وبيقع جلد وشه في البحر. بنكمل الحكاية بعد كده عند الخواجة مايكل صاحب الفندق، هو في أوضة مكتبه وبيسمع موسيقى هادية، وباقي الفندق بقى بينظف في الدنيا وبيشوف الدنيا اللي وراه عشان يبدأوا يوم جديد. وبتظهر أوضة في الفندق يبان عليها الخراب، بس وهي فجأة بتتجدد لوحدها وهي بتظهر لنا من غير أي تدخل من الموظفين. بعد كده بيدخل جمال الصواف على عم مينا المحاسب وبيقول له أنا جاي بخصوص الشغل. فجمال بيقابل الخواجة مايكل وبيتكلم معاه بخصوص وظيفة موظف الاستقبال الجديد، وبيتعرف عليه وبيقول له زي أي انترفيو أنت بتتكلم كام لغة وكده يعني، وبيتفقوا إن هو هيعيش في الفندق في الغرف المعمولة للموظفين. الخواجة مايكل بينده على مصطفى عامل الأسانسير واللي بيشيل الشنط وبيقول له خد أستاذ جمال وعرفه مكان أوضته فين لأن هو هيبقى موظف الاستقبال الجديد. مصطفى فعلا بياخد جمال الأوضة وبيقول له خلاص انتهينا الدنيا تمام وبتاع، بس مصطفى بيكون مركز مع جمال قوي، فجمال بيقول له انت بتركز معايا كده ليه؟ قال له لا مفيش حاجه. جمال بعدها بيبدا يخرج هدومه من الشنطه وبيظبط بقى حاجته في الاوضه، بس بيقع من هدوم جمال دبله فبياخدها وبيشيلها تاني جوه الجاكيت بتاعه وبيحطه في الدولاب. بعد كده بتدخل الست عبير على عم مينا وبتقول له هو الخواجه جاب موظف جديد، قال لها كان لازم ان احنا نجيب حد يشتغل في الاستقبال. قالت له طب قال له على حاجه؟ قال لها ست عبير خلينا في اكل عيشنا. بتدخل نزيله على جمال وبتقول له في حجز باسمي، بتقول له اسمي الدكتوره شيرين حسني. قالت له انت اسمك ايه؟ قال لها جمال الصواف. حجز حضرتك مظبوط يا فندم في الغرفه 207. وبيقول لها تمام هيطلع مع حد مع حضرتك الاوضه ويطلع لك الشنط. قالت له لا شكرا انا عارفه الاوضه كويس مش اول مره اجي هنا. وبيجي مشهد لشخص بيتكلم عن كوابيس بتجيله ومش بيعرف ينام خالص وبيخاف ان هو ينام لان هو عارف هو هيشوف ايه لو هو نام. كده بنرجع عند جمال تاني وهو بياخد استراحته بره الفندق وبيلاقي ان الدكتوره شيرين واقفه في البلكونه الفندق وبتعمل له بايديها باي باي كانها بتسلم عليه. وبعد كده بتيجي مكالمه لجمال بعد شويه في الاستقبال وبتطلع الدكتوره شيرين عايزه مساعده فوق وبتقول له مستنياك. فبيطلع جمال وبيخبط على باب الاوضه، يسمع صوت الدكتوره شيرين من جوه بتقول له ادخل. لما بيدخل جمال مش بيلاقي حد في الاوضه، بس بعدها الدكتوره بتخرج له من الاوضه الثانيه ان هي بتبقى الاوضه كبيره، بتقول له باب البلكونه ما قفلته وما عرفتش افتحه تاني يا ريت تشوفه. بعد كده بتقول له شكلك متعين جديد لان كنت بتدور على مكان مفتاح الاوضه وانا بقول لك عليها. وبتقول له كمان ان انت ما عندكش اخوات لانك واخد بالك من نفسك قوي وبزياده، واضح كمان انك كنت متجوز قريب. وقتها جمال بيستغرب هي عرفت كل ده منين؟ قالت له ان ايديك متعلم فيها مكان دبله. لا واضح ان حضرتك دكتوره شاطره بجد. قالت له شكرا. قالت له شكرا لمساعدتك مش حابه اعطلك اكتر من كده. وبيخرج جمال من عندها وبيشوفه عم مينا وبيسلم عليه وبينزل. بالليل لما جمال بيخلص شغله بيدخل وهو قاعد بيبص بيلاقي الدبله موجوده على الكوميدين، فبيستغرب هي ازاي جت هنا مع انه هو شالها. بيرجع مشهد الراجل تاني وهو بيحكي عن معاناته في غرفه 207 وانه خرج منها باعجوبه وبيقول لها عملت كل النصايح بتاعتك وبرضه مش عارف انام ولا عارف اعيش. تاني يوم الخواجه بيقعد مع جمال وبيطمن عليه وبيقول له اخبار الشغل ايه، ولو حسيت باي حاجه غريبه او سمعت حاجه تعالى قول لي على طول. لما جمال بيخرج بيلاقي مصطفى واقف. مصطفى بيقول له هو كان بيطمن عليك صح؟ جمال قال له اه صح. راح مصطفى قال له طبيعي بعد اللي حصل هنا للموظف الاستقبال اللي كان قبلك. جمال بيعوز يساله وبيقول له طب حصل ايه فهمني. قال له عارفيني ما اقدرش اتكلم. الخواجه منبه بلاش ان احنا نتكلم في الموضوع ده، بلاش انك تقطع عيشي. بيلاقي جمال بعدها الدكتوره شيرين داخله عليه وبتسلم عليه وبتقول له هشوفك النهارده. جمال بيتلخبط ولا انا هنا على طول وهنا طول اليوم لو احتجت حاجه. قالت له اكيد هحتاج بس انت ما تتاخرش عليا. وبيطلع فعلا يقعد معاها بعدها بشويه وبتقول له هواياتك ايه لان شاب ذكي ووسيم زيك اكيد عنده هوايات كتير. قال لها مش زي ما انت ما فاهمه بالظبط. قالت له ازاي بس انت مش كنت بتخون مراتك يا جمال؟ وقالت له كمان خنتها اكيد كتير في الاول لانك كنت زهقان وبعد كده ما بقتش عارف تبطل، وكنت في الاول بتخبي وبعد كده ما بقاش فارق معايا لان انت كنت وقتها عاوز ان مراتك تعرف انك بتخونها وكنت عارف بالظبط اللي هيحصل بعد كده ان هي هتطلب الطلاق منك. قال لها ممكن نغير الموضوع. قالت له لا مش ممكن. وينزل لهم تحت لانهم بيدوروا عليه وعايزينك. بينزل جمال تحت بيلاقي عم مينا متعصب منه جدا بيقول له كنت فين لحد دلوقتي يا بيه؟ قال له كان في نزيله عندها مشكله طلعت حلتها وجيت على طول. مينا قال له انا طول اليوم مكانك بسبب انك مش موجود. قال له ازاي بس انا ما كملتش 10 دقايق يا عم مينا. وبيبص على السماعه لقى ان الوقت اتاخر جدا فاستغرب. بيدخل جمال اوضته بالليل وبيلاقي الدكتوره شيرين جوه وبتقول له ما خلصناش كلامنا. لا انت بتعملي ايه هنا؟ انت لازم تخرجي قبل ما حد يشوفك. قالت له مراتك عرفت انك بتخونها وطلبت الطلاق وانت وافقت يا جمال وسبت لها البلد وسافرت وجيت على مرسى مطروح. وقالت له بس الموضوع مش خلص هنا لان سوسن ما قدرتش ان هي تستحمل. قال لها عرفتي اسمها منين وعرفتي ازاي؟ وفضلت تقول له ان سوسن ما قدرش ان هي تستحمل وكانت محتاره انت ليه عملت فيها كده. وقتها سوسن قررت ان هي تبعد عن الدنيا كلها زي ما انت ما بعدت عن دمنهور. جمال بيتعصب عليها وبيقول لها اطلعي بره. تقول له مش عايز تعرف سوسن انتحرت ازاي. وجي يفتح الباب عشان يطردها وبص وراه ما لقاش الدكتوره موجوده اصلا في الاوضه. بيدخل عليه مصطفى
مصطفى بيقول له استاذ جمال انت بتكلم مين وبتزعق مع مين، انت كويس؟ جمال تاني يوم الصبح بيروح كابين التليفونات، ان المسلسل كان في حاجه و90 وقتها، وبيتصل على حد قريبه من دمنهور وبيقول له تروح لبيت اهل سوسن طمن عليها ضروري جدا وتبلغني باللي انت هتعرفه. بعد كده بنرجع عند مصطفى وهو بيطلع شنط نزيل في الفندق، بيلاقي صوت ميه جاي من الاوضه 207، بيدخل عشان يقول لنزيل يقفل الميه بس مش بيلاقي حد، وبيدخل يقفلها بنفسه، بيفضل يمد بسرعه وهو خارج بس الباب للاسف بيقفل عليه. وقتها جمال وعم مينا بيسمعوا صوت صريخ مصطفى وبيطلعوا فوق بسرعه، بيكون مصطفى قاعد بره الاوضه مصدوم وخايف جدا من اللي حصل، ياخدوه بينزلوا على اوضه مصطفى وبيفضل جمال يقول له انت شفت ايه وحصل ايه؟ مصطفى بيقول لهم كابوس ومش هينتهي ولا هنخلص منه ابدا، وعم مينا بيزعله وبيقول له انا مش قلت لك ما تجيش جنب الاوضه ابدا وابعد عنها خالص، وجمال بيستغرب هم ليه مش عايزين يتكلموا، وعم مينا بيقول له انت تسكت خالص مفيش حد يعرف حاجه والا هيتقطع عيشك انت وهو، لان الخواجه منبه علينا كلنا ما نتكلمش باي حاجه تخص الاوضه 207. تيجي مكالمه لجمال بعدها بشويه من الدكتوره تقول له مش عايز تعرف مصطفى حصل له ايه؟ تعالى مستنياك فوق. بيفتح جمال باب الغرفه بيلاقي نفسه في مكان تاني خالص وحد بيندع عليه، بيفتح الباب التاني عشان يروح يشوف مين بيندع عليه، بيلاقي نفسه في يوم فرحه وفي اوضه نومه مع سوسن. بيجي يخرج من الاوضه بعد ما بيتكلم مع سوسن بيلاقي نفسه في كافيه هو وسوسن وداخلين مع بعض، ولما بيقعد بتيجي الدكتوره شيرين وهي ماسكه المنيو وبتديهوله وبيقوم وراها، ولما بيجي يخرج وراها من الكافيه بيلاقي نفسه انه في اوضه النوم تاني، فهي سوسن بتقول له ليه تخوني؟ انا عملت لك ايه؟ طلقني يا جمال. ولما بيجي يخرج من الاوضه بيلاقي نفسه في حمام بيتهم وسوسن منتحره في بانيو الحمام، وبتظهر شيرين وبتقول له عارف سوسن قالت ايه قبل ما تموت؟ قالت ليه يا جمال؟ ليه ما حبتنيش؟ وبينهار جمال وبيفضل يقول لها كفايه كفايه، وبتكمل شيرين وبتقول له وانت عايز واحده احلى واجمل واغنى. شيرين بتتعصب عليه وبتدخل وشه في ميه البانيو، ولما بيجي يفوق منها يلاقي نفسه في اوضه 207 في الفندق وشيرين ميته على الارض، وسوسن بتظهر فجاه وبتقول له ليه يا جمال سبتني ليه؟ بيخرج على طول من الاوضه بيلاقي عم مينا بره وبيقول له تعالى معايا، وبيقول له والله ما عملتش حاجه والله ما قتلتهاش. الاوضه بتطلع فاضيه محدش في الاوضه اصلا طول الوقت ده. وبعد كده بيقعد جمال لوحده وبيفتكر كلام عم مينا انه بيقول له ان الاوضه دي ملعونه، وفي ناس بتقول ان الاوضه دي بتدخلنا لمكان تاني ما ينفعش ان احنا نروحه بنفسنا. ما كنتش عارف اقول لك كده ازاي لان انت وقتها ما كنتش هتصدقني، وكمان الاوضه هي اللي بتختار مين يدخلها ومين يخرج منها حي لما بيدخلها. ويخرج مصطفى وبيقول له اللي كان قبلك كمان انتحر بسبب الاوضه. تيجي مكالمه لجمال من دمنهور وبتطلع سوسن وبتطمن عليها وبيقول لها سامحيني انا اسف، تقول له ما تتصلش بيا تاني، وبتطلع عايشه وما انتحرتش. كده بتدخل عليهم نزيله جديده وبتقول له عايزه اوضه لو سمحت، بيتعامل عادي معاها بيقول لها اسم حضرتك ايه؟ قالت له شيرين. استغرب وقتها جدا وقال لها شيرين حسني؟ قالت له عرفت منين؟ قال لها مجرد تخمين يا فندم. قالت له عايزه غرفه 207 لو سمحت. وقتها هو وعم مينا اتصدم ونده على مصطفى يطلع الشنط، وعم مينا نبه على مصطفى وقال له ما تدخلش، تحط الشنط من بره وتنزل على طول. نرجع تاني وبنعرف ان الدكتوره شيرين هي دي الحقيقيه اللي ساعدت المريض فوزي ونيمته تنويم مغناطيسي عشان يقدر يحكي ليها كل حاجه، بس هو في وسط الجلسه بيتعب جامد وبينهار وبيموت لان المريض فوزي خرج من الاوضه حي اول مره، ثاني مره لما دخلها عن طريق التنويم المغناطيسي مات. جمال اتكلم مع عم مينا وقال له اللي شفته بيكرر يا عم مينا، دكتوره وبنفس الاسم وبنفس الصفات وكمان طلعت طالبه نفس الاوضه. قال له ما يمكن الاوضه هي اللي طلبتها، وهما بيتكلموا بيسمعوا صوت صريخ الموظفه مديحه. كل دخل الاوضه وقتها وطلعوا فوق، وجمال دخل الحمام ولقى زي ما انت ما توقعت كده ان الدكتوره شيرين حسني انتحرت وماتت. وبتيجي الشرطه والاسعاف وبياخدوا الجثه من الفندق وبيمشوا. الشرطه بتحقق في الموضوع ما بتعرفش توصل لحاجه. ثاني يوم جمال اتكلم مع عم مينا وقال له الاوضه خلتني اشوف كل حاجه قبل ما تحصل بس مش عارفين هي ليه انتحرت. وساله ناوي على ايه يا جمال؟ قال له مش عارف يا عم مينا، لما سبت دمنهور كنت عايز ان انا ابعد ودلوقتي عايز ابعد تاني. بس عم مينا رد عليه وقال له وقتها عم مينا رد عليه وقال له بعد كام يوم هبقى كملت 34 سنه شغل هنا، واللي خلاني ان انا اكمل انه مهما حصل ومهما كانت الاسباب ابعد عن الاوضه 207 لان الهروب مش حل والاختيار ليك يا جمال. وبس كده توته خلصت حدوته فتاه وحيده من الغرفه 207. نتقابل في باقي الحواديت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.